السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. انا بشكر الناس اللي بتدخل تعلق لي وتقول لي الكلام الجميل ده. يا رب يخليكم لي يا رب، وتدوموا نعمة في حياتي وما تحرمش منكم. وتنسوش بقى النهارده بقى ايه تشتركوا في قناة ولايك وشير وتعليق حلو منكم. النهارده بقى نبدأ بقى وصفتنا، نعمل بقى طاجن عكاوي كده مع بعض زي ما احنا متعودنا كده مع بعض. نقول ايه؟ بسم الله ونسمي على الرسول ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده جمعة نحب نصلي على الرسول كتير يوم الجمعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نبدأ بقى كده. هنا معانا هنا العكاوي مش بتتجاب بالكيلو، هو الجزار بيقطع لك العكواية كلها كده ويقطعها لك. تمام. ومعانا هنا فلفل الوان، معانا هنا ايه بهارات لحمه، وهنا بهارات حبهان وبستكه اللي هما ايه انا طحناهم. تمام. وكم عود قرفه ايه صغير كده. وهنا ايه ورقتين من ورق الغار. تمام كده. وهنا كم 5 فصوص توم مفرومين. وهنا كم بصله اني فرماهم، يعني انا عاملاهم مقطعهم صغير كده. و3 طماطمات مبشورين، وملح وفلفل. تمام كده. هنا بقى على النار كده نزلت بمعلقه سمنه ومعلقه زبده. تمام كده. هسيبهم لما يسخنوا قوي، واقوم رايحه نازله بيهم بقى بالعكاوي بتاعتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقى ننزل بالعكاوي واحده واحده كده، عشان يدي بقى تحميره حلوه كده للعكاوي، تاخد اللون البني الجميل ده. تمام. نجيب بقى الكميه كلها. كده نزلنا بالعكاوي بتاعتنا. نبدأ بقى نقلب فيها كده وتاخد اللون البني الجميل الحلو ده. تمام. هنا العكاوي بتاعتنا يا بنات بسم الله ما شاء الله بقت ايه. نبدأ بقى ايه نسيبها كده، نقلبها تقليبه كده من جميع الجهات عشان ايه تاخد اللون البني الحلو الجميل ده. تمام يا بنات. العكاوي بتاعتنا بدأت تاخد لون حلو اهوت يا بنات. اول حاجه بقى كده هننزل ايه بشويه بهارات عشان تتحمص معاها كده. شويه بهارات اللحمه وورقتين ورق الغار والحبهان والقرفه بالشكل ده كده. ندوم تقريبا كده مع بعض عشان تحمر معاها وتتحمص. بسم الله الرحمن الرحيم. متنسوش بقى لايك وشير للقناه، بحبكم في الله احلى متابعين. بسم الله ما شاء الله. احنا لسه حاطين التوابل ولسه ما اتحمص، بس والله الريحه طالعه ايه ما اقولكمش. بسم الله ما شاء الله، ريحه جميله قوي. نبدا بقى تشويحه كده مع التوابل دي. بعد كده ننزل ببقيه ايه المكونات بتاعتنا. تمام يا بنات. بعد كده بقى ننزل بشويه 3 بصلات مقطعهم التقطيعه الصغيره دي يا بنات. نبدأ بقى نقلب البصل، نقلبها في البصل بتاعنا بالشكل ده كده مع البصل، ونسيبها ايه تعيش كده مع البصل شوية. نسيبها بقى مع البصل كده شوية لما البصل يدبل. البصل بتاعنا دبل فيا بنات. هننزل بيها بقى بشوية الفلفل الألوان، ومعاهم قرن فلفل واحد بس حامي. تمام. نقلب بقى الفلفل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهننزل معاها ايه بالكم فص توم، 5 فصوص توم. تمام بالشكل ده. وايه 3 طماطم مبشورين.
احنا نزلنا بالمكونات بتاعتنا كلها، ما عادش الا الملح والفلفل ومكعب ايه المرقه. نقلب بقى المكونات دي كلها في بعضها. بسم الله. هنا بقى احنا حطينا المكونات بتاعتنا بقى يا بنات اهي. بسم الله ما شاء الله. سيبها بقى تاخد وتدي، ولما تشرب بقى الميه بتاعتها اللي نازله من البصل ونازله من الطماطم والخضار ده مع بعضها كده. بعد كده بقى نزودها شوربه يا ميه سخنه ومكعب مرقه دجاج. هنحط لها بس شويه ايه سكر صغيرين. حطيت لها شويه سكر كمان. قطع بيها بقى واشوفها ايه تاخد وتدي مع نفسها كده، ودي مع بعضها كده بالمكونات اللي فيها. تمام. العكاوي بتاعتنا يا بنات بدأت تشرب بقى ايه الميه والصوص اللي نازل منها كله اهوت. هنبدأ بقى ايه نزود عليها شويه ميه سخنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. هبدأ بقى الف الطاجن بتاعي كويس كده، اخمره كده بالورق الألمونيوم الحلو، وادخله بقى على الفرن على طول، وقعدوا ايه ساعة ونص. تمام يا بنات. بسم الله ما شاء الله. طاجن العكاوي طلعناه من الفرن اهو يا بنات. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الطاجن بيتكلم عن نفسه. بسم الله اللهم بارك. الطاجن جميل جدا، والريحه بقى ما اقولكمش الريحه. بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين اللحمه دايبه دوب اهي معايا. بسم الله ما شاء الله. بتطلع يعني اللحمه مستويه جدا، بس هي ايه اللحمه اللي الطاجن لسه مطلعاه ولسه في اهوت مكان السخونيه بتاعته بيطلع ايه فقفيع كده. الطاجن بتاعنا اهوت. الطاجن بتاعنا خلص اهو يا بنات، والوصفه بتاعتنا هي. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم في وصفه جديده من مطبخ بشاير الخير. متنسوش لايك وشير للقناه.